السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هبتدي اول فيديو ليا اعمل كحك العيد. عايزه اعمل الكحك اللي هو بتاع المحلات، الشغل الفخم من الاخر. الاول بشيل معلقتين كبار كده من الدقيق، تمام، وبستبدلهم بمعلقتين نشا. ليه يا شيف؟ عشان اطلع كحك لابوار وايطوار والحتت اللي هي احنا بنتعايق بيها قوي في مجايبنا في الكحك. طب ما احنا نقدر نعمله في بيتنا وكله من صنع ايدينا وحياتنا. ده اول كده ايه تركه عملتها. تاني حاجه لبن البودره اهو، كيس لبن بودره. على فكره دول مقدار 2 كيلو عشان تبقي معايا على المقادير. دول 2 كيلو، مقدار 2 كيلو دقيق، تمام. فنزلت الاول بمعلقتين نشا، شلت معلقتين دقيق وهبتدي بقى 3 معالق سمسم كمان محمص. اللي عايز يحطه ناي تمام، عايزه تحطيه محمص زي حالاتي كده مفيش مشكله. نص كمان معلقه. عندنا بقى ريحه كحك معايا، مش هكتر منها لانها بتمرر الكحك، فاحنا هنحط بس معلقه صغيره كده زي ما انتم شايفين، معلقه ريحه كحك كده. خلاص كده انا ببتدي ايه بالجواب، تمام. وقبل اي حاجه صحيح المفروض نبتدي برشه الملح الجميله اللي هي بتعادل الدقيق اهي، رشه ملح. خلاص نبتدي بقى كمان بكيس بيكنج باودر. كيس ده حلو ليه؟ لان دول مقادير 2 كيلو، فاللي حابه تعمل كيلو تعمل نص المقدار اللي انا هقول عليه ده. والسمنه هيبقى 600 جرام كده. احنا خلاص خلصنا من الجواف. هنخش كمان بقى العاده بتاعتنا اللي احنا ما بنحبش نبطلها. هو السنه دي ما بيتعملش بالخميره، بس انا يعني خلاص هو دماغي عندي ان انا لازم احط خميره، لان كده كده اصلا ما بحطش اي ماده. معلقه خميره صغيره كده اهي، معلقتين صغيرين، تمام. خلاص كده احنا خلصنا من الجواف، تمام. يبقى احنا عملنا ايه؟ هنبتدي بقى اقلب. وبعد كده الماده الدهنيه عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن ده المقدار الكيلو هيبقى كيلو و100 600 جرام سمنه على زبده او زبده على سمنه. شوفي بقى انت ليكي ايه امكانياتك ايه وتعمليها. لكن انا هعمل انا كان عليا انا هعمل سمنه على زبده ميكس، يعني ده على ده. زي هي المحلات الكبيره بتعمل كده، ما بتخدملكيش كل وفي محلات كبيره بتعملها كلها زبده او سمنه بقى زي ما انت زي ما انت حابه. المهم خلطنا من المكونات الجافه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بكيلو و200 جرام سمنه على زبده. خلاص انا كده خلصت باللبن البودره على السمسم على الخميره على البيكنج باودر على ريحه الكحك، وقلبت كده الجواف مع بعضهم. خلاص. وحاجه كمان ان احنا نحط معلقه سكر بودر او زي ما انتم شايفين كمان اهي كده. خلاص انا خلصت كل المواد الجافه. خلاص بقى كل المواد الجافه والمعلقه السكر البودر اللي انا حطيتها كده تمام هتفرق. يبقى الكيلو الدقيق عليه 600 جرام سمنه، دول 2 كيلو هحط كيلو و200 جرام سمنه على زبده او زبده على سمنه زي ما قلت لك. خلاص انا خلطت بقى. هنبتدي بقى السمنه بتاعتنا ونخلطها، نوزن نصحى بقى للكلام بقى. نحط كمان كيس فانيليا كده اهو، يعني حاجه بقى تقليعه جديده طالعه اليومين دول على الترند اللي هو الكحك بالفانيليا. احنا طول عمرنا بنعمله بريحه الكحك، فبرضه مفيش مشكله. حطينا كده كيس فانيليا، تمام. وخلاص قلبنا كل تمام الجواب كده مع بعضها. وجبنا بقى الزبده بتاعتنا الجميله دي، تمام اهي. على فكره تكون سايله، الزبده تكون سايله، يعني ما اعملهاش ما اجيبهاش جامده ولا ناشفه. والسمنه بتاعتي اهو، عشان الناس بتقول لك احنا بنعملها بسمنه او زبده او زبده على سمنه. لا، دول مقدار 2 كيلو كده، يعني كيلو و200 جرام سمنه على زبده او زبده على. شوف بقى انت ايه اللي يريحك واعمليه. خلاص. هنبتدي بقى المكونات اللي هي الدهنيه دي. ابتدي بقى ايه ادخل الكلام ده كله ببعضيه، تمام. والمفروض اعجن بايدي، المفروض اعجن بايديا. فانا عشان بس ايه مش عايزه ادهول الدنيا كده ماده دهنيه بقى وبتاع. المهم ادخل كل المكونات كده ببعضها زي ما انتم شايفين. وممكن تتضرب فوم في المضرب، فكده كده مفيش مشكله، النتيجه هتبقى واحده برضه، تمام. ببتدي بقى كده. ده اسمه كحك على البارد. الكحك على السخن والله من 3 سنين انا كنت هفتح القناه واعمل لكم، يعني عملت كحك على السخن اللي هو بتاع اجدادنا ده عادي. خلاص. انا بقى دلوقتي بعمل الكحك البارد اللي هو بتاع المحلات اللي احنا بننبهر بيه قوي ونقعد نقول الله غالي وجبناه من الغالي. طب ما احنا هنقدر نعمله في البيت بطرق، بس نمشي بالتكنيك ده وهنطلع كحك رائع وجميل، وفي نفس الوقت احنا عملناه بايدينا ووفرنا 700 جنيه في الكيلو، يعني فكتير حرام. المهم دخلت كده كل المكونات الجافه ببعضها اهي، تمام. وهنبص بقى يا حليب يا لبن، المهم اللي هي ايه حسب العجينه ما هتقول. خلاص بنكمل بقى. عايزه تكملي لبن تمام، لبن على حليب برضو ماشي، بس انا هكمل لبن على حليب عشان يديني بس الكحك اللي هو الايه العالي ده اللي هو بتاع المحلات. خلاص. ابتدي بقى ادخل المكونات كده ببعضها.
بعد ما اخلص المكونات وادمجها احط بقى الماده السائله. نسيت اقول لك على حاجه مهمه كمان، ان الكحك كده لازم تعمليه بالطريقه دي كده، ما تقعديش تجيبي من فوق لتحت ولتحت زي نظام عجينه عشان ما تقوش العضله بتاعته، والجلوتين والماده العضليه بتاعت الدقيق اللي بتخلي الدقيق ينشف. بصي الكحك جميل ازاي دايب، يعني في حته قصه السمنه دي، مقادير السمنه يعني حاجه. بص هتطلعي بس اللي هو الناشف اهو. انا بدات اعجن بايدي. هو الشغل عامه، الشغل الايد رائع برضه، احسن واحسن، لان ايدي اكتر حاجه بتحس بالحراره هي الايد. تمام، ودرجه حراره الايد بتفرق قوي. اهو تعجني كده كده كده، تدخلي المكونات في بعضها، بس ما تحاوليش تعجني كتير علشان ما تقويش العضله بتاعت الدقيق، تنشف تقوم تنشف لك الكحك، فحرام، المواد غاليه والخامات غاليه. خلاص بس كل المواد الجافه، وبعد كده نخش على المواد السائله. خلاص بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين دخلنا كل المكونات الدهنيه كده مع بعضها. تمام، وهبتدي بقى اخش بقى ايه بكوبايه حليب جميله كده. وتقولي لي يا شيف انت عامله، طيب انت عامله لبن بودره. يا جماعه والله ده لتعزيز الطعم، عشان احنا بنقعد نتعايق بالكحك اللي احنا بنشتريه غالي. طب ما هو هم بيعملوا الحاجات دي عشان خاطر يظبطوا مقاديرهم علشان دنيتهم تبقى جميله وكحكهم يبقى غالي، فاحنا هنعمله بايدينا، من صنع ايدينا، كله من صنع ايدينا وحياه عينينا. والله انا بحب شغل البيتي قوي قوي، بحب اعمل كل حاجه ببيتي. تمام، خلاص حطينا كوبايه لبن كده حليب. حسيت ان لسه العجينه محتاجه ماده سايله، برده بحط كوبايه ميه. تمام، بس بحط كده ايه كده. انا كده عملت ايه كوبايتين، واحده ايه لبن والثانيه ميه. وابتدي بقى اعجن بايدي. بسم الله كده، ندخل كل العجين في بعضيه لحد ما نشكل بقى. المهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعجن بقى واخلص ونشوف العجينه هتوصل لايه، ونشوف بعد كده هنشكل. خلاص هي العجينه كده تلم في بعضها، الم في بعضها. تمام، بس مش عايزه بس شغل العجن ده، عشان ايه ده كحك، مش عايزه يقوي عضله الجلوتين فيه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. حسيت ان هو هيعوز ماده سايله كمان، ممكن اديله رشه ميه او رشه حليب. شوفي بقى انت هواكي فيه ايه اعمليه. والحليب مش هينشفه، احنا كده كده بنحط له ميه. خلاص هنقص بس رشه ميه كمان. انا عامله مقدار 2 كيلو. انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى شويه الحليب دول. خلاص بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه العجينه كده تبقى لينه ومهينه كده وجميله، علشان اطلع كحكه دايبه. خلاص شوفي بس العجين معاكي هيبقى هيوصل لايه، وبنبس بقى. هو نظام بس الكحك بس. خلاص هتعامل بقى مع العجين بتاعي. في الفصل بقى حطيت 3 معالق لبن كبار كده، عشان ايه حسيت ان العجينه ايه مش يعني ناشفه او مش جامده قوي. الاختبار بقى العجينه بقى الحلو بنعمل ايه، جبت الكحكايه كده او عملت كوره كده في ايدي ودست، حصل تشققات، يبقى لسه العجينه محتاجه سوائل. هي كده العجينه تمام. نبتدي بقى نشكل العجينه بتاعتنا، بس اسيبها 10 دقايق بس ترتاح على ما اشرب لي كوبايه شاي، ونبتدي نشكل العجينه بتاعتنا ونعمل احلى كحك بتاع محلات. جبت بقى العجوه، ما ريحتش على فكره العجين قوي يعني، عشان احنا كده كده حاطين له بيكنج باودر. جبت العجوه بتاعتي، على فكره العجوه بتاعتي جايباها طريه، لو مش طريه عندك بقى انت بتحطي لها معلقه سمنه وبتعمليها. فانا بقى جبت العجوه بتاعتي كده تمام، وعملت كويرات. هبتدي اشكل كويرات كده علشان، وطبعا الملبن بتاعي نفس القصه، هفضل اعمله كده كويرات كده يعني، بس حاولي تصغري الكويرات ما تخليهاش كبيره، عشان ما تبقيش تخلي الحكايه كبيره قوي. تمام، وهبتدي اشكل كده زي البلي كده اللي احنا كنا بنلعب بيه، واحنا ما كنتش بلعب بلي على فكره، ما كنتش بلعب بلي. تمام، وابتدي اعمله كويرات كده. تمام، لحد ما ايه هعمل بقى إيه الحشو بتاع. هنعمل ساده وبالعجوه وبالملبن. جبت ملبن برده نفس القصه، هنعمله برده كويرات، وممكن ما نعملش نقطع على طول عادي مفيش مشكله. تمام اهو كده كده اهو. الملبن بتاعي برده نفس السكه طري. خلاص هنا هنعمل حشو بالعجوه ونعمل حشو بالملبن اهو، عشان بس ما تضيعش عليكم الفيديو، ما اطولش عليكم. فانا هعمل كويرات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، بسم الله كده. كويرات ملبن وكويرات عجوه. خلاص نحشي ملبن ونحشي عجوه اهو. خلاص اخلص بقى كل الحشو بتاعنا كويرات، وبعد كده نعمل ملبن وساده وننقش. خلاص بقى بدأنا نكور بقى ونعمل. شكلنا العجينه الكويرات اللي هي العجوه والملبن عملناهم كويرات، بس الاول هنبتدي بالساده كده، نعمل كويرات كده. تمام، بس يا حبذا تكون الكويرات كلها قد بعضها. تمام كده اهو. ونبتدي بقى نشكل العجين بتاعنا علشان نعمل ايه بالبصمه.
او بص يا هنعمل بدي البصمه دي، يا هنعمل بالشكل ده او الشكل ده. خلاص 3 اشكال عندنا، بس انا بحب اشتغل بالبصمه لانها اسرع حاجه واسهل حاجه. ببتدي اعمل زي ما انتم شايفين كده، يا رب تكون شايفين كويس كويرات كده اهو. هجيب الكحك قدامكم تمام، وابتدي بقى ايه اعمل كده. عايزه كل يعني هو المفروض موجود فيه ميزان عشان يعني اعمل كل الكحكات قد بعضها تمام. وابتدي بس ايه اشكل بس الاول تشكيله كده كويسه كده، اعملها كويرات عشان اعملها بالبصمه تمام. بسم الله كده كده. واحط بقى البصمه بتاعتي طبعا عشان ما اطولش الفيديو عليكم اهو. ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه اهو. بسم الله ما شاء الله. خلاص نشكل بقى اللي شكلنا، نشكل العجين كده كويرات كده تمام. ونروح عاملينه بالبصمه. اسرع حاجه البصمه. بعد كده نحشي بقى، المحشي يتحشي لوحديه والساده لوحديه يعني، علشان ده ليه سوا وده ليه سوا. الساده بيتحشي، المحشي بياخد درجه حراره اقل، لكن اللي هو الساده بياخد درجه حراره اعلى اللي هي 180 طبعا. طبعا واحنا بنشكل كده نكون شغلنا الفرن بتاعنا عشان خاطر ايه نقدر نعمل ان ده ياخد صدمه اول ما الصاج ياخد صدمه اول ما ادخله الفرن. هخلص تشكيل العجين ونشوف هنعمل ايه بعد كده. شكلنا الكحك كده بالبصمه وهحطه على درجه حراره 180. هنعمل بقى زي ما انتم شايفين كده، قلنا الكحك الساده عملناه. العجوه بقى اهو نقفل كده تمام في العجينه بتاعتنا، ونعملها كويرات كده تمام. والكحك اللي هو بتاع العجوه والملبن هيستوي لوحديه عشان على درجه حراره هاديه شويه، لان الحاجات المحشوات دي بتختلف اهو. زي ما انتم شايفين قفلت كده، انا مش هطول بقى عليكم في الفيديو عشان ما تزهقوش. وكويرات كده تمام. واروح عامله بالبصمه بتاعتي اهو، وهشكل وعلى درجه حراره اهدى من 180 شويه عشان الحشو اللي جوه فيها. خلاص ده كان فيديو النهارده عن كحك العيد اهو. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله كميه 2 كيلو. عملنا ساده وعملنا محشي وعملنا ملبن اهو. التصوير بس والله هو اللي مش جاي تمام اهو. زي ما انتم شايفين اهو الكحكه حمراء ولذيذه اهي وجميله ودايبه ومنتهى الجمال. مش عايزه اكسرها عشان هي سخنه بقى، خساره. كسرنا بما فيه الكفايه تمام. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. فيديو النهارده الكحكه عمال يقع دغدغ. شايفين الكحكه وقعت والله مش مستحمله اهي. اللي وقعت مني هي اللي وقع مني اهو. دايبه جدا. مش عايزه اكسر بقى، حرام عمال يقع مني. اللي بيقع بيتكسر. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده فيديو النهارده عن كحك العيد، وكل عام وانتم بخير.